المساله. المساله الثانيه انه في تفاصيل، يعني الكلام اللي قاله الدكتور طارق امبارح والنهارده عن انه في مسجون اللي هو احمد ابو شيته اتضرب لغايه ما فقد بصره، اذا كان هذا صحيحا فده طبعا لازم كلنا ندين هذه العمليه. انه اهل سينا لهم مطالب مشروعه، دي قضيه برضه مشروعه وكلنا بندافع عنها قبل وبعد العمليه، بس ده كلام بره الموضوع. جوه الموضوع انه هذه العمليه لها علاقه بقضيه رئيسيه، هي عمليه انه في الشهر اللي فات تم ضبط خليتين مهمين وخطيرتين جدا. الخليه الاولى اللي هي الضربه اللي كانت ضرب خليه ارهابيه، احداها متهمه بالتخابر مع اسرائيل من خلال تواصل مباشر وتكليفات بجمع معلومات مع واجهزه ارسال اسرائيليه مضبوطه اتظبطت وما الى ذلك، وتم الاعلان عن العمليه الشهر اللي فات. الخليه الثانيه ضربة قوية أيضا ثبت أنه المعلومات المتاحة حتى الآن أنها مرتبطة بقاعدة بلاد المغرب العربي، والعمليتين دول عمليات خطيرة برضو بتأكد على وجود القاعدة اللي كان بيتكلم عليها الدكتور عبد الحليم دلوقتي في مصر، وده تطور خطير والمفروض أنه يزعج الرئيس والإخوان وجماعات الاسلام السياسي المصري، يزعج البلد كلها شيء طبيعي قبل ان يزعج الجميع طبعا. انما ده تطور خطير جدا، والا انت هتتفاوض معهم ازاي؟ وبالتالي انا عاوز افصل بين تفاصيل الفرعيات والاصول. الفرعيات بقى اللي انا موافق، اللي انا يعني مصر ان احنا ناخد موقف منها جميعا، انه حد يتضرب، لا احنا ضد حد يتعذب. انه اهالي سينا ما ياخدوش حقوق المواطنه الاولى، دي مساله قبل وبعد العمليه احنا واقفين معاها وبنطالب بها من ايام حسني مبارك. انما الاصل في الموضوع انه سينا السياده المصريه فيها منذ فتره طويله غائبه. هذا هو الموضوع، وانه الان وصل جماعات الارهاب اللي موجوده في سينا وصلت الى مرحله لي ذراع الدوله كلها بقى، وصلت لمرحله عمليه الخطف ديت خطورتها كده، ده انت بتروض الدوله. انتوا لا ده انتوا هتطلعوا الناس المسجونين. انت عارف الناس مسجونين زي ما كان بيقول طارق في ايه؟ مسجونين يا سيدي. يعني احمد ابو شيته ده نفسه محكوم عليه بحكم السجن المؤبد، هو ومجموعه اخرى محكومه بحكم قضائي بات ونهائي في قضيه الاعتداء المسلح على قسم شرطه تاني العريش في صيف عام 2011، مدان بقتل ضابط شرطه وضابط جيش واربعه من افراد الشرطه من قوه حراسه القسم. نفس المجموعه ديت متورطه في جرائم سطو مسلح في نفس الفتره على سياره نقل اموال تابعه لبنك القاهره في مدينه العريش، واخرى تابعه لهيئه البريد على الطريق الدولي الواصل بين العريش ومدينه بئر سبع. يعني انت عاوز تعمل ايه؟ في ادانه واضحه يعني. طيب انت هنا نحن الان جوهر الموضوع ان نحن امام لحظه الحقيقه، هل هنتفاوض مع الارهابيين والمجرمين، ولا هننتصر ونقف جميعا صفا واحدا من اجل فرض القانون ودوله الحق والقانون؟ شكرا. ودي المساله ما فيهاش مساله مهمه طبعا. استاذ هاني معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في البدايه يعني اسمحوا لي ان انا اختلف معاك امبارح يا باشمهندس باسل في قصه ان احنا هنا ما عندناش خطوط حمراء. قصه ان الاستاذ ابراهيم لما كان هنا وتحاول انه يتمنع انه يتحدث على موضوع، انا هرجع والله هرجع. اصل موضوعنا طويل. لا بس اصلا احنا ما عندناش خطوط حمراء، ما عندناش خطوط حمراء. اذا تحدث احد في موضوع بعد اذنك انا هتكلم. اذا دخل في موضوع اخر انا هدخل في الخبر وهتكلم برضه يا باشمهندس. اذا حد اتكلم في موضوع